السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. النهاردة يا أصدقائي هتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا. إيه هي صفات الشخص اللي ما ينفعش يتعاشر؟ صفات شخص ما ينفعش يتعاشر. من صفات الشخص دي إن هو حلو الكلام، يعني بيتكلم حلو قوي وكلامه جميل جدا، ولو قعد في قعدة ياكلها، ولو في وسط ناس يقولوا بسم الله ما شاء الله ايه الجمال والحلاوة دي. لكن تيجي تتعامل معاه معاملة ما بينك وما بينه تلاقي مفيش اي حاجة من اللي بيقول عليها، تلاقي المعاملة شكل تاني، ما بيتعاملش مع ربنا. ونفس الشخص ده لو حصل ما بينك وما بينه خصومة او حاجة زعلتكم من بعض هتلاقيه بيفجر في الخصومة. بيفجر في الخصومة دي يعني بيقول ما في الخمر في ظهرك. لو بتشتغلوا مع بعض يضربك في لقمة عيشك، ينخور كده من تحت لتحت ويقرصك زي التعابين. يجيب سيرتك في حاجة مش كويسة، يغتابك ويقول فيك اللي مش فيك أصلا عشان بس يطلع هو كويس وهو اللي شكله حلو. ممكن كمان إنه هو يعني ما يخافش ربنا فيك ولا يشوف ربنا فيك، يغلط فيه غلط كبير جدا 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 في ظهرك. ولو حد جه قال له طب بس صلي على النبي، طب بس اذكر الله، يشوح له بايديه مثلا ويقول له يا عم اسكت انت مش عارف مثلا، مش يقول ايه عليه افضل الصلاة والسلام وينجبر لذكر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، او انه ينجبر لربنا واللي خلقنا حتى مهما كان مين اللي قدامه. لا خالص بتاتا، هو ملوش كبير. يعني ما بيعملش خاطر لأي حد، ولا خاطر للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا خاطر لذكر الله، ولا خاطر لربنا. حتى في كلامه وفي معاملاته لو حصل خصومة بينه وبين الشخص، أي شخص أيا كان، يعني تلاقيه دايما غلط، وتلاقيه دايما لسانه طويل عليه، وتلاقيه دايما يجيب سيرته في حاجة مش كويسة ويضربه من تحت لتحت بكلام مش كويس، ولو بيشتغل معاه يضربه في لقمة عيشه. وتلاقي حرب قايمة على حاجة أصلا ممكن تكون هايفة جدا جدا جدا. حاجة كمان إنه ممكن يعني مثلا إيه، لو ليك حقوق عنده ما يديهالكش، ياكلها عليك. سواء واحد صاحبه، سواء زوج ما بيخافش ربنا، سواء زوجة ما بتخافش ربنا، ايا كان اي حد عنده الصفات دي، لو في خصومة بينك وبينه واغتابك وجاب سيرتك وقال فيك ما في الخمر، وما عملش حساب لربنا وما عملش حساب للرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ولا انه هيقف في يوم من الايام ويتحاسب، كمان لو ليك حقوق عنده مش هيديها لك، هياكلها عليك عشان هو اصلا ما بيخافش ربنا. هو اساسا بينه وبين نفسه ما بيخافش ربنا، بل بالعكس كمان ممكن يعتدي عليك بالإهانة، ممكن يعتدي عليك بالألفاظ اللي مش كويسة، وممكن يعتدي عليك بمد الإيد، ممكن يعتدي عليك بأي لفظ جارح، وعنده مفيش أي مشكلة ومفيش ما يمنع. طبعا من صفات الشخص ده انه هتلاقيه كذاب، بيكذب كتير جدا جدا جدا، وكمان بيستغل كل حاجة لصالحه، الظروف، وبيستغل الشخص، بيستغل حتى سمعته في انه يقول عليه كلام مش كويس، وبيستغل كمان حتى لو مكانه في مكان شغل معاه، يستغل الناس اللي شغال معاهم في انه هو يبقى قاعد يبقي مصلحته ويبقي سيرته ويبقي ان هو احسن من اي حد تاني في انه يخاف ربنا في اللي قدامه، فما عندوش اي مشكلة من الحاجات دي. ومن هنا يا اصدقائي فصفات الشخص اللي ما بيتعاشرش ان هو هتلاقيه كذاب كبير جدا جدا جدا، شديد الخصومة، لو في خصومة بينك وبينه ممكن يضربك في ظهرك، يجيب سيرتك في حاجات مش كويسة، يهينك، يبقي مصلحته عليك، يضربك في لقمة عيشك، يعمل اي حاجة في سبيل مصلحته، وما يبقيش انه يراعي ربنا او يخاف ربنا فيك ابدا.
حاجة تالتة إن هو يعني يعتدي عليك بالإهانة، وإن هو ياكل حقوقك، يبقى كداب كبير، شديد الخصومة، يضربك في ضهرك، يطعنك في ضهرك بكلمات مش كويسة، بإهانة، يبقي مصلحته عليك، يسوء سمعتك، يفشي أسرار عنك، مفيش عنده أي مشكلة. مصلحته أهم من إنه يخاف ربنا فيك. حاجة تالتة، ملوش كبير، ملوش كبير. فدي صفات الشخص اللي ما بيتعاشرش، اللي ما ينفعش حد يعاشره. ومين يقدر يعاشر حد بالشكل ده؟ ومن هنا يا أصدقائي ما تحكموش على حد بالمنظر، أو في قعدة، أو في خروجة، أو بشكل سطحي، ولكن لازم تعاشروه وتعرفوا كويس قوي 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 الشخص ده عبارة عن إيه، لأنه بيبان بعد كده في تصرفاته وأفعاله وفي معاملاته. كل ما دخلتوا أكتر في المعاملات هيبان طبعا الشخص ده.